فين الراجل ده كورنسلاف يوريتيتش مدرب بيراميدز الحالي، وناس كتير بيقولوا عليه المدرب المجنون. المستوى الفني انا بختلف معاه في حاجات كتير، لكن الراجل ده من ساعة ما جه مصر هو بيعمل كل اللي يقدر عليه، بس في نفس الوقت بيتعرض لأبشع انواع القهر. جاي من بلدكم عايز تهد معتقدات وتهد اصنام بقالها سنين. الناس في مصر بيقولوا الكورة اهلي وزمالك بس، لما الناس بتعرف ان انا بشجع بيراميدز يقول لك لا يا دكتور، الكرة في مصر اهلي وزمالك، ما ينفعش حد تاني ياخد الدوري، يا اهلي يا زمالك. لكن انت يا عم الكرواتي جاي من بلدكم عايز تهد المعتقدات دي وعايزهم يسيبوك في حالك، هتتعب وتجتهد هيضيعوا مجهودك، هتحلم وهيبقى عندك طموح هيدمروك، هتعدي الحدود هيحصل معاك زي ما بيحصل كل سنة. المباشرة مع أي فريق بينافسك على البطولة بتكون دايما شيء حاسم في إنك تاخد البطولة. السنة اللي فاتت في مباراة الدور الأول ضد الأهلي طرد خزعبلي لأحمد توفيق مش عارفين جابوه منين، وفي الدور الثاني طرد خزعبلي لمهند لاشين مش عارفين جابوه منين، وكانت النتيجة إننا تعادلنا مع الأهلي في الدور الأول والدور الثاني. السنة دي قصاد الزمالك في الدور الثاني الماتش اتذبح فيه بيراميدز، عدم احتساب ضربة الجزاء في الشوط الأول، عدم طرد محمود حمدي الونش في الشوط الأول، والشوط الثاني الهدف بتاع الزمالك فيه شك. أنا بصراحة ما أقدرش أقول إن هو أوفسايد 100% ولا أقدر أقول إن هو أونسايد 100%، اللعبة صعبة والكرة فيها شك. أو تختلف مع يوريتيتش، لكن يوريتيتش حقق نجاحات كبيرة جدا محدش يقدر ينكرها: كأس مصر، دوري ابطال افريقيا، السوبر الافريقي، وبطوله 3 قارات قصاد اهلي جده في السعوديه. الراجل ده عمل من بيراميدز فريق قوي بينافس على الدوري لحد اخر ماتش السيزون اللي فات، وان شاء الله السيزون ده برضه هننافس على الدوري لحد اخر ماتش، وان شاء الله هناخد الكاس.